هذول اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. الله أكبر. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. أيوة. وأنا راهو معمر القذافي قائد أممي، أنا دافع عني الملايين، أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الأمم الأخرى. أنا نقدر نوجه نداء إلى كل ملايين الصحراء، من الصحراء إلى الصحراء حتزحف الملايين، الملايين تزحف وما يقدر حد يوقفها. بسرعة انقذوا نفسكم قبل لا نعطي إشارة الزحف المقدس. الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لإنقاذ أطفالنا والقبض على اللي يغرروا بأطفالنا. هذه الليلة تعملوها الليلة وبكرة تطلعوا للشوارع. أما بعد إذا كان ما فيش هذا، فيه زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف منين يأتي. وبعدها فيه الزحف الأممي اللي أنا نقوده، لأن ليبيا تهم كل الأمم، ليبيا مثابة عالمية. أنا قاعد أنا ما يكذبوش عليكم، أنا نمشي لفنزويلا والله أنا يخلي جثمان الشهيد عبد السلام بومنيار أول شهيد سقط في الخمس عام 1911 ونعدي لفنزويلا، والله يكتب علي تاريخه. أخلي المجاهد محمد عبد السلام بومنيار قبره في الهاني، والمجاهد الشيخ السعدي بومنيار قبره في منيدر، والله ونمشي. تصدقوا ها هو أول حاجة هذه الكذبة بتاعهم. شفت مش أمس قالوا لكم القذافي في فنزويلا، وهذه قاعد. هذه المحطات العربية أكبر عدو مشمتة فيكم، تبغيكم تدمروا النفط وتدمروا الحرية وتدمروا السلطة الشعبية وتدمروا ليبيا، وما عادش تبدأ ليبيا قلعة عالمية ومغتاظين منكم. عشان كذا يشوفوا فيكم. بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر. هذه آخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا، بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة ثورة.